انا اتخضيت. ازاي ترسم حد مرعوب البق بيعمل كده؟ يعني احنا لما بنيجي نرسم مش بنرسم اكسبريشنز بسيطه، اللي هو حد بيضحك بيعمل، حد زعلان بيعمل. لا، انا لما برسم حاجه كرتون برسمها اوفر، بافور. يعني حد بيضحك بيعمل يا لهوي. لو برسم حد زعلان برسمه زعلان جدا. طب انا برسم حد مندهش مش بيعمل لا بيعمل اخد بالك حركه الجسم والحواجب والاكسبريشنز، ببقى اوفر. عشان انت لما بتبقى باصص على التلفزيون، باصص على فيلم كرتون، بص في التعبيرات بتاعتهم وهم بيتكلموا، هتلاقيهم واقفين كده كانهم واقفين على الستيج، كانهم واقفين على المسرح. والكاركتر لما بيجي يتكلم مش بيتكلم ببقه، لا بيتكلم بجسمه كله. استنوا كورس رسم الجسم قريب، لكن دلوقتي تعبيرات الوش لازم تبقى اوفر. فانا لو برسم حد مرعوب برسمه اللي هو انا الجيران اكيد بيشتكوا مني. برسم حد عامل ازاي، او عامل بقه بيبقى عامل ازاي، طالع لبره تحت، مش طالع لبره بس، لا طالع لبره. حواجبه بتبقى مرفوعه بس برضو غلبانه. يعني هو عضلات الوش مش عايز اتكلم فيها عقد الموضوع، لكن هي عضلات كتير داخله في بعض. يعني عندك العضله دي وعندك العضله دي اللي هي بتاعه الغضب، لو الاتنين اشتغلوا مع بعض، الدهشه مع الغضب، اعمل كده الحركه بوشك وريني جت ولا لا. الدهشه مع الغضب، حاول تعمل الاتنين في نفس الوقت. يب، هي دي الحزن. ايه اللي بيحصل للحاجب؟ بيطلع من الناحيه دي يعني بيروح في الاتجاه ده، فبتبان مايله لبره. احنا بنبالغ وبنأفور، ولو حد زعلان بنخلي حواجبه نازله لتحت. بس لو هو مخضوض او مرعوب، الحواجب بتبقى عامله كده، والبق بيبقى عامل كده، والجسم بيبقى عامل، يعني بيعمل حاجات ما اعرفش لما بتتخض بتعمل ازاي. ممكن تروح تخض اخوك مثلا او حاجه وشوف هيعمل ازاي، يعمل كده. فتحاول ترسم المشهد ده بسرعه. تعال نجرب، انا مش عارف ايه اللي هيطلع بس خلينا نجرب. ارسم المره دي بنت بقى، ارسم بنت مخضوضه، ارسم مثلا شكل بيضاوي كده اهو، وهرسم شعرها واقف من الخضه، عندها قصه مثلا بس شعرها من الجنب وقف من الخضه يا عيني. حواجبها كتافها مرفوعه، حواجبها عامله كده كانها زعلانه بس مرفوعه. يعني اللي زعلان حواجبه بتبقى عامله كده، المرعوب حواجبه بتبقى عامله كده بس مرفوعه. مناخيرها مدوره، عينيها مدوره كبيره. البق هيعمل ايه؟ هيعمل كده مثلا، سنانها اللي فوق باينه وسنانها اللي تحت باينه اكتر. وهعمل لسانها مثلا واو. ودان عادي. انا اسف ان انا برسم بسرعه، انا بحاول ارسم ببطء بس انا ما بعرفش ارسم بالراحه، عشان ايديا هي اللي بترسم لوحدها مش انا، مش عارف اشرحها لكم ازاي. بس انا رسمت كتير، برسم من 2010، من قبل 2010، فرسمت كتير كتير كتير، ايديا خلاص بقت ماشيه لوحدها بترسم لوحدها. فانتوا حاولوا ترسموا كتير هتلاقوا ايديكوا كده بترسم لوحدها، الموضوع مسلي قوي. يا لهوي. نلبسها حلق، نلبسها سلسله. دي ست كبيرة ولا صغيرة؟ مش عارف. وننضف الخطوط. أبدأ منين؟ أبدأ بفريم الوش. أدي الودان. أنا سايب مكان بقى إيه للحلق، كده أهو، كده أهو. أدي الوش، أدي وسايب مكان للحلق، كده أهو، كده أهو. ياه. أعمل شعرها واقف. هو بص يعني هو في قصة هنا كده أهو، بس بص عملتها إزاي مع خطوط نازلة. ده شعرها عادي خالص، والقصة طالعة كده اهو، كده اهو. الشعر يعني طالع كده اهو، كده اهو. نقول تاني، طالع كده اهو، كده اهو. بص بص الخط ده بيكمل فوق الخط ده، حاجة اسمها اوفرلابنج، هتلاقيها مشروحة في ليفل 0 هنا على القناة. هنلبسها توكة وتوكة يا خلاصي يا صغنن، ونعمل لها رقبة رفيعة طويلة
الظل اللي تحت الرقبة اللي بحبه كده اهو، نلبسها عقد. وانتوا عارفين في نص الفيديو في حاجة مهمة جدا بنعملها، حاجة من غيرها الفيديو ده يبقى ايه؟ حاجة دي ايه؟ انتوا عارفين، اعمل لايك للفيديو. والمناخير، ابدأ بالمناخير. ليه ابدأ بالمناخير؟ عشان هي فوق العين. لما ارسم المناخير الاول بعد كده ارسم العين براحتي، والعين دي لوحدها عادي ارسمها في اي وقت. نقول ان هي مرعوبة، هرسم دايرة كده وهرسم دايرة كده. يلا بينا. مرعوبة خالص. خطين جنب العينين، والحواجب زعلانة يا عيني، الحواجب زعلانة يا عيني، والبق مرعوب. مرعوبة كأنها بتصوت بتقول يا اختي. ادي السنان وادي اللسان. املى المساحة دي اسود. كده اهو. نعمل لها روج، روج وبس. نعمل خطين كده كأنها ايه، بتصوت او حاجة او مخضوضة وبس. ما اظنش ينفع تبقى مرعوبة اكتر من كده. هتلاقي تدريبات من دي كتير في الكتاب، هتلاقي لينك الكتاب في الفيديو، في وصف الفيديو تحت. الفيديو اللي جاي هنعمل ايه؟ هنعمل حد غضبان. اشوفكم الفيديو الجاي.